حروب الكلمات في عصر المعلومات. ازاي تكون مواطن بسيط وتعليمك محدود ودراستك على قدها، لا تمتلك معلومات بقدر حجم المخابرات، ولا تمتلك خطط سياسية ولا عسكرية ولا مهارات، ما عندكش خبراء واستشاريين اقتصاديين ووزارات، في ظل حروب وفتن وقتل وإبادة ودمار ومؤامرات، وعاوز تقرر من دماغك قرارات غير مدعومة بمعلومات ولا نسب وإحصائيات، وغير مدروسة سياسيا وعسكريا ولا إحداثيات، من أقوى جيوش المنطقة والعالم، الجيش المصري العظيم. إزاي عاوز حاجة وهمية في ظل ظروف مجهولة؟ إزاي مش عاجبك وبترفض من إنسان شايف وعارف ومدعوم من الجيش المصري العظيم، وخبراء واستشاريين وعلماء ودكاترة وضباط وشيوخ وإفتاء، والأزهر والكنيسة والمملكة العربية السعودية والإمارات ودول العالم الإسلامي؟ بنحارب حروب أهلية وإرهاب، اقتصادنا واقع لأسباب، بنحارب وبنبني وبنزرع وبنحارب العوز وبناخد بالأسباب، فساد منتشر في الأرض كلها وسط 8 مليار إنسان وأكثر منهم من شياطين الجان، عاصمة إدارية جديدة وعريقة، مشاريع صناعية روسية ضخمة، مشاريع صناعية صينية وزراعات ومزارع سمكية، وإعادة فتح 8000 مصنع وتقسيط الأرض لسنوات، وتشغيل أيدي عاطلة وتقديم تقسيط خدمات للمستثمرين مصريين، إيد بتبني وإيد بتحارب وعيون سهرانة، والدنيا أمان، وجواسيس شغالة من أجهزة دول ومخابرات. عملنا منظومة تكافل وكرامة للمحتاجين من الأسر الفقيرة في مصر، وعملنا 100 مليون صحة للقضاء على الأمراض الخطيرة، وبنية تحتية وكباري وإنشاءات متميزة، مدن سكنية جديدة وسط المحافظات، مواني ومطارات وقواعد عسكرية ونووي وطيارات. غيرنا الحكومة إداريا وفرص وترقيات، والكوادر اتغيرت وماشيين بخطة تطوير وإدارة مخاطر في ظل حروب وفتن ومؤامرات. وإزاي تكون عدو لبلدك وتشتم وتغلط وتقلل من الكبار والرؤساء، وإزاي مش عاجبك أي حاجة بتتعمل، ودايما حوارات في السلبيات وحوارات في الإنجازات، عدو أي إنجاز أو مشروع أو فكرة جديدة، ودايما مش عاجبك أي حاجة ومجادلات، ولا رئيس ولا حكومة ولا وزارات ولا قضاء ولا شرطة ولا جيش عظيم من الشعب وتدريبات، ولا الناس في الشوارع ولا البيوت ولا المحلات ولا حتى الشركات، ولا أي قرار من القرارات في ظل المؤامرات.